انا لو موظف ودايما الافكار اللي انا بطلعها ما بتتنسبش ليا بشكل او باخر، بتتوه مع الوقت، بتروح لحد تاني، حد تاني بينسبها لنفسه بالارتكاب وبيبقى قاصد. مجال عملنا بنسهر كتير جدا 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 عشان نبدأ نفكر في حاجات بتمثل إضافة جديدة لشغلنا، ممكن تعتبر إن هي فكرة جديدة. والحقيقة إحنا بنبدأ نقرأ ونطلع ونبحث عشان نقدر نطلع فكرة ممكن تضيف لمجال عملنا. بعد ما بنعمل المجهود ده كله، الحقيقة بنبدأ نعرض الفكرة دي في سياق ما، يا إما في اجتماع أو بعرضها على مديري أو بعرضها على زميل ليا. ولكن في نفس الوقت بعد ما بعرض الفكرة دي بلاقي إن ممكن الفكرة دي بتتنسب لحد غيري. لازم نتفق جميعا إن الحقيقة إن الفكرة هي نقطة البداية لأي إنجاز جوه الشركة. أكبر شركة أو أكبر مؤسسة إحنا نعرفها هي بدأت بفكرة صغيرة، الأول تم الاعتراف بيها واتنفذت بشكل صحيح. وقيمة الفكرة مش بس في مضمونها، لكن كمان في احترام صاحبها واعتبارها جزء من رأس مال الشركة بتاعتي. أوقات الموظفين بيحسوا إن أفكارهم بتتسجل باسمه مثلا مديرهم. هو إحنا لازم نبقى عارفين إيه الفرق بين مشاركة الفكرة واستغلالها. الحقيقة في فرق كبير جدا جدا جدا، لأن المشاركة يعني إن الفكرة بتخرج مني كموظف وبتتطور جوه الفريق، بس في الآخر هي بيتم الاعتراف بصاحبها. لكن الاستغلال هو بنستخدم الفكرة بدون ذكر أو بدون إشارة لصاحبها، وده بيفقد الثقة وبيدمر بيئة العمل. والمدير الواعي لازم يميز بشكل جيد جدا ويفرق بين الاثنين. ايه دور المدير الناجح عشان يقدر يتعامل مع افكار الموظفين اللي شغالين معاه؟ المدير الناجح مش بياخد الافكار وينسبها لنفسه طبعا، بالعكس هو اللي بيحاول يرعى هذه الافكار ويبدا يشير لصاحبها ويبدا يقدر ويبدا يوجهه ويبدا يضيف لها. لان المدير الحقيقي بيبني ولاء الفريق من خلال الحقيقه الاعتراف بافكار الموظفين اللي شغالين معاه. ولازم يكون متاكد ان الاعتراف بالفكره بيؤثر بشكل ايجابي جدا 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 على اداء الموظفين. لان لما الموظف بيلاقي فكرته بدا يبقى معترف بيها، الحقيقه حماسه بيزيد وبيبدا يبذل مجهود اكبر وبيبدا يطور نفسه وبيبدا يطلع اكتر واكتر، وفي النهايه بيبدا ولاؤه للمكان بيكبر، وفي الاخر هي بينعكس على صوره الشركه. لكن في الاول وفي الاخر لو حصل العكس بتتاثر الشركه بهروب الكفاءات دي وبهروب المبدعين. ولو في موظف حس ان افكاره ما بقتش تتقدر، انا انصحه دايما ان هو يوثق افكاره ويبدا يشاركها بشكل منهجي شويه في اجتماع، يبدا يتكلم فيها مع زمايله بشكل اكتر شويه. في النهايه اي مكان ما بيحترمش افكار موظفينه، اعتقد هو بيحكم على نفسه ان الاصول بتاعته اللي هي موظفينه ممكن تخرج وتسيبه. استناكم في الحلقه اللي جايه.